انا مثلا من 30 40 سنه وانا صغير قوي كنت دايما اقول ان مصر ربنا سبحانه وتعالى مديها سلعه لا يستطيع احد ان ينافسها فيها. عارفها الطبقه الناعمه دي. ربنا عادل جدا على فكره، بيدي دوله نفط وبيدي دوله غاز وبيدي دوله تكنولوجيا وحاجات كتيره جدا والناس بتستخدمها. بص، هو ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، ابتلاء، نقول الحمد لله والحمد لله. فالمساله متوزعه في الدنيا كلها، فمصر عندها سلعه ما فيش حد ينافسها فيها ابدا، اسمها السياحه. عليك سرعه بدينه تتحسد عليها والله العظيم. كل حاجه ممكن تلاقيها، سياحة دينية إسلامية ومسيحية ويهودية، الحتة اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيه، رحلة العائلة المقدسة، الأزهر، القاهرة الفاطمية، هتلاقي. حلو قوي الكلام، ما شاء الله. الحاجات المسيحية زي ما انتوا يعدوا، يعني الكنيسة المعلقة، رحلة الممرات اللي مرت فيها رحلة العائلة المقدسة. ايوه يعني، وايه الجديد؟ طبعا الآثار المصرية القديمة المبهرة، ان انت لما تسافر. انا كنت في سان فرانسيسكو على فكره، في متحف هناك كده في سان فرانسيسكو كده يمكن قد الاستوديو ده، في قسم قد كده للمصريات، يا على الروعه وعلى الوله ومش عارف ايه. انا ما بحبش التاريخ. لما انا رحت اللوفر، الحقيقه اللوفر بتدخله بتذكره، وبتدخل بتاع القسم المصري بتذكره تانية خالص. يعني كنز واحد من الكنوز دي ممكن يغير حياتك. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم اللي راح نيس وكان هيلاقي ان نيس وكان الشط بتاعهم شويه زلط. انا رحت هناك بتقول هو ده نيس وكان اللي الناس بتموت عليه، شويه زلط، والبيتش قد كده، حجمه قد كده. ايه رايك يا باسم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تروح انت في اي ساحل الشمالي ولا في الغردقه ولا في سفاجه ولا في مرسى علم. انا في مرسى علم قلت امال الجنه يبقى شكلها ايه؟ عندك شيء وشويات، بلد فيها كل شيء. ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسانيه. وعشان كده انا في منتهى الحزن لما عرفت ان انت الهدف بتاعنا ان احنا بقى عندنا 15 مليون سائح. 15 مليون سائح يا فندم، انا الهدف بتاعي يبقى 15 مليون سائح في يوم، بس تبقى البنيه الاساسيه عندي تتحمل. انا مش فاهمك جايبه لي منين؟ نحن مقصرين جدا، مقصرين حكومه ودوله وتخطيط ووزاره سياحه وكل شيء، واللي اخطر من ده اللي انا بتكلم فيه النهارده، مقصرين كافراد. انا مالي انا، انت ايه اللي بيقوله ده؟ تابعنا احنا بقالنا فتره في حد دمه خفيف يعني، ويعني بيستظرف، وهذا ظرف سخيف وربما يخرجه من الوطنيه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اطلق على الساحل الشمالي الساحل الشرير. انت بتسخر من الامي؟ بضحك، ايوه بضحك، ما انت قلمك تضحك بصراحه. ليه؟ علشان في كام واحده بترقص وكام واحده لابسه البكيني ومش عارف الناس بتصرف ايه وازازه الميه ايه. طب ولا مؤاخذه، يعني ايه الغرض من الحوار ده كله؟ وبدات الناس طبعا لقى واجا وصدى، وبدا يبقى مساله ايه، وان السياحه في مصر غاليه، وان شوف الرحله لبيروت بكام، وشوف الرحله لاسطنبول بكام، وشوف الرحله لدبي بكام. بأمارة ايه؟ ها؟ واول الواحد ما يروح اسطنبول ولا بيروت ولا دبي يبدا يكتشف ان الدرهم ب 10 جنيه. يا الله، معقول؟ فيجي يجيب ازازه البتاع ده يلاقيها ب3، يقول لك يا ده ب30 جنيه، طب ده انا بجيبها في مصر ب2 جنيه ولا مش عارف ايه. يجيب ازازه الميه يلاقيها الله 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 الله. ما طبعا شفت الجاكيت الجلد ابو فار وقلت ده انا اجيب ساويرس. بينما احنا بنقول ان الساحل الشرير وقاعدين نحط التراب وكأن كل ستات مصر رايحين يتعروا ويقلعوا، ده مش صحيح. مش انت يا رخيص وانتوا ما بتصدقهم يا ساتر. وكأن اي حاجه في الساحل الشمالي بالقد كده، ان ازازه الميه ب200 جنيه. لا ايه دي، هو 150 جنيه حلوين قوي. كل هذا عبث. وانا دايما اقول انما كما ان هناك حسنه جاريه ربنا بيسيبك عليها، هناك سيئه جاريه. حضرتك اول ما بتقول الكلام ده وبتشيره بغباء وبجهل، انت بتاخد تساب عليه، بتاخد سيئه عليه. حكيم، شغل فجر الاسلام ده مش هيمشي معايا. واخطر من كده، انت تساهم في هدم هذا البلد، وتساهم كما الصهاينه ان انت تدمر اهم سلعه ربنا سبحانه وتعالى اداها لك. تعالى اقعد اقفل التلفزيون ده بدل ما نجيبه لكم نصين، انت عارف القرموطه في عصبيته مش عايز حد يضايقك.